اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد أجمعين. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الورد والحمار والبنبع عليكم. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الأيام بخير. تعالوا بقى نعمل شوية هرسة شطة لزوم الطواجن والمحشيات، ويعني ما نقدرش نستغنى عنهم أبدا أبدا في طاجن العكاوي أو في طاجن الكوارع. يعني طول العيد بنستخدم هرسة الشطة، او طول السنة عموما. يعني انا من الستات اللي ما اقدرش ابدا ابدا طول السنة ما يبقاش عندي هرسة شطة. تعالوا بقى نجيب الفلفل الحلو الحامي دوت من السوق. الكيلو بكام؟ الكيلو ب16 جنيه. عايزه اقول لكم ان بطرمان هرسة الشطة اللي هو النون والصغنون دوت ب60 جنيه وب70 جنيه، ويعني مفهوش 5 6 معالق على بعض. فجيبي بقى الفلفل ده بالكيلو ب16 جنيه. لو حته صغيره، لو قرن صغير حطيه، قرن كبير اقسميه 2 عشان تضمني ان هو يتطحن معاكي كويس قوي. انا بعمله بالبذر بتاعه وبحب شكله كده، ما بشيلش البذر بتاعه. فرمت بقى الكميه اللي معايا كلها. الكميه دي قد ايه؟ الكميه دي 3 كيلو. والله بتقعد معايا من السنه للسنه. انا عايزه اقول لكم انا لسه عندي حته يعني صبحه وحلو وفريش زي ده كده بالظبط. فرمناه بقى كله خالص كده. خلصنا؟ لا لسه ما خلصناش. نحط المادة الحافظة بتاعته اللي هي ايه؟ الملح. كل كيلو فلفل عليه معلقتين ملح. انا حطيت هنا 6 معالق ملح، بمقدار يعني 6 معالق ملح على ال3 كيلو. قلبيهم بقى كويس لحد ما يتدخلوا يتوغلوا ببعضهم كده. وتضمني ان كل الفلفل جه عليه الملح، عشان ده المادة الحافظة بتاعته، ده اللي هيخليه يقعد معاك من السنة للسنة في باب التلاجة في الفريزر، ما يعفنش ما يبصي ما يحصلوش اي حاجة. واهم حاجة الملح عشان ما الفلفل ما يعفنش. تمام تمام لحد هنا فاهمين؟ قولوا فاهمين. سامعين سامعين. خلصنا بقى كده الكمية اهي. مفيش اسهل من كده ومفيش اسرع من كده. حطي بقى ايه؟ المادة الحافظة التانية اللي مش هتخلي الوش بتاعه ينشف، اللي هو ايه؟ الزيت. غطي الزيت بتاعه، يعني اقولك ايه، نص عقلة صباع زيت. غطي الزيت بتاعه. انا قلت غطي الزيت بتاعه، لا قلت غطي الوش بتاعه. عملنا 3 بطرمانات، يعني كل واحد تقريبا فيه كيلو اهوت، بطريقة سهلة وسريعة ويعني في ثانية. تيجي بقى نعمل ايه تاني؟ تعالوا نعمل الراعي الرسمي للعيد الكبير. طبعا العيد يعني مشاوي. مشاوي يعني سلطة الطحينة. سلطة الطحينة بكام دلوقتي يا ست الكل؟ بره ب180 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب200 جنيه. طب ليه ما انا اجيب ب20 جنيه سمسم ابيض واجي كده زي الشطرة في البيت واعمله في البيت، وبأنجح طريقة وبأسهل طريقة، وحاجة مضمونة، عارفة ان هي نضيفة. الاواني اللي انا حاطط فيها نضيفة، محدش معكعك فيها، محدش حاطط ايده فيها. ما علينا. جبنا بقى السمسم حطيناه على النار. مش بنحمص السمسم، احنا بس بنطلع الرطوبة اللي في السمسم عشان نطرد الزيوت اللي فيه، عشان برضو لو قعدت عندك في التلاجة فترة ما تزرنخش، ما تكلكعش، ما تنشفش منك. كل ده ليه؟ الزيوت اللي فيها هي اللي بيعمل كده، الزيوت اللي في السمسم. فاحنا لما بنسخنه على النار كده يا دوبك يسخن، تمسكيه في ايدك تحسي ان انت يعني سخن كده في ايديكي كده، خلاص انت طردتي كل الزيوت والرطوبة اللي فيه. بصوا بقى، نجيب المطحنة بتاعتنا ونحطه نطحنه في المطحنة. حطي كمية قليلة عشان تضمني ان هو اتطحن معاكي كويس قوي 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 قوي. يعني اول مطحنة حسيت ان كتير، فضيت نصه وكملت بالباقي، يعني بتاع 3 4 معالق، لحد ما تطلعيه من المطحنة ده عجينة. عارفة يعني ايه عجينة؟ ماسك كله ببعضه كده. اول ما تعملي كده وتشمي ريحة الطحينة او الحلاوة الطحينية، اعرفي ان انت ماشية مظبوط، وكده هيطلع معاكي نتيجة زي الفل. طحنت بقى الكمية بتاعتي، وبعد كده كوبايتين السمسم عليهم كوباية دقيق. يعني امشي بالمقادير اللي انا بقولك عليها وعلى ضمانتي، ولو يعني وادعيلي. كوبايتين سمسم عليهم كوباية دقيق. لو زودتي الدقيق الطحينة مش هتطلع معاكي حلوة. هتستنصحي بقى وتقولي ايه، ازود الكمية، مش عارف اضاعف الكمية، مش هتطلع معاكي حلوة، هتبقي خسرتي كل حاجة. نزلت انا بالدقيق بتاعي على السمسم المطحون، قلبته كويس قوي قوي ببعض عشان اضمن ان السمسم والدقيق بقى يعني كله في قلب بعضه. هنزل بقى عليه في الخلاط بتاعي او في الهاند بلندر او في الكبه، بس الكبه مش هتطلع معاكي النتيجه اللي هي الاحسن حاجه. خليكي في الخلاط او في الهاند بلندر.
كوبايتين سمسم، عليهم كوباية دقيق، عليهم كوباية ونص زيت. تاني اقولك المقادير تاني: كوبايتين سمسم، عليهم كوباية دقيق، عليهم كوباية ونص زيت. زيت يكون طبعا نوع نضيف، ضامنه ان هو مش ريحته وحشه، نوع نضيف يعني وكده. وما يفضلش يكون زيت زيتون، لا طبعا مش هيبقى حلو خالص وهتبقى تقيله ومش هتحبيها. حطيهم بقى في الخلاط بتاعك وانزلي بسرسوب الزيت كده شويه شويه صغيرين علشان ما يكلكعش معاكي، وقلبي كده في الجوانب عشان لو في اي تكتلات او اي حاجه في الجناب تتعمل وتبقى كلها سايحه ونايحه ببعضها كده. بصوا بقى الجمال والحلاوه واللون والقوام. طحينه دي ولا مش طحينه يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ عايزه اقول لكم ان انا خلاص اعتمدت المشروع دوت، انا هعمل طحينه وهبيعها وانا قاعده في البيت، يعني مش هلاقي مكسب احسن من كده. من 20 جنيه ل180 جنيه او 200 جنيه، يعني الفرق جامد جدا. فيعني ليه يعني ما اعملهاش في البيت وابقى ضمناها وواثقه فيها، ويعني انا بحب حاجه البيت جدا يا جماعه في كل حاجه اقسم بالله. بصوا بقى الكميه قد ايه، انا خلصت. انا عايزه اقول لكم ان انا عملت كيلو كامل. كلنا عندنا دقيق في البيت، كلنا عندنا زيت في البيت. اشتري ب20 جنيه سمسم او ب30 جنيه سمسم، ويعني هتوفري جامد جدا جدا جدا. كلنا اليومين دول بندور على التوفير، ازاي نوفر فلوس، ازاي نعمل حاجه نظيفه لولادنا. بصوا بقى البطرمان دوت بيشيل معايا كيلو بالظبط، ما شاء الله ما شاء الله، طلع كيلو معايا. جربيها وما تنسيش تدعيلي وحطي لي لايك حلو وحطي لي كومنت حلو، بحب كومنتاتكم جدا جدا. وما تستخسريش فيا اللايك، ما تتفرجيش على الفيديو لاوله لاخره وما تحطيليش لايك. يعني ليه انا ما استخسرتش فيك المعلومه، انت تستخسري فيا اللايك ليه والكومنت الحلو؟ اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد. كان معاكم دعاء زكي. الالوان والجمال والحلاوه اعمليها ومش هتندمي، جربيها وان شاء الله مش هتندمي.